اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل الوصفة الخطيرة دي. معايا هنا حلة على النار فيها معلقتين من الزيت، هنزل فيها ببصلة مكعبات كده واشوحها كويس قوي لغاية اما يبقى لونها ذهبي غامق. واحنا بنشوح كده هي هنا دبلت معانا شوية اهي. هنزل بالتوابل بقى، ملح وفلفل وكمون وبابريكا وكزبرة ومكعب من المرقة، الملح حسب الرغبة طبعا، والتوابل من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هنشوحها كده كويس مع البصلة لغاية ما ريحتها تطلع. هنزل هنا بقى بحوالي فصين من الثوم واشوحهم كويس مع البصلة برضو. وهكون مجهزة عندي عصير طماطم، هنزل بيها واقلبها كويس كده واسيبها بقى تغلي كويس على النار. عندي هنا بقى كفتة، الكمية اللي انت حباها، سواء كفتة جاهزة او كفتة انت عاملاها في البيت. لو كفتة عاملاها في البيت هيبقى نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليها بصلاية وطماطماية وقرن من الفلفل مفرومين ناعم ومفرومين مع اللحمة، وعليها حوالي معلقتين 3 كبار من اللية. لازم يكون فيها نسبة دهن عشان تديكي نتيجة كويسة. هكورها كده وابططها حجم صغير كده، يعني قد الهمبرجر مثلا الصغير، وطبعا الكمية اللي انت حباها. واركنها على جنب كده. معايا الصلصة غليت، هنزل فوقها كده بحوالي كوبايتين من المية واسيبها تغلي تاني في طاسة ما بتلزقش على النار من غير اي مادة دهنية. هنزل عليها بالكفتة اللي احنا كورناها دي واخليها تتشوح كده كويس. يفضل تكون الطاسة ما بتلزقش يعني. هحط هنا مكعب من المرقة على الصلصة كده غليت تمام، هطفي عليها بقى واركنها. وهنا الكفتة خدت لون، هقلبها على الناحية التانية. طبعا الكفتة الكمية اللي انتوا حابينها، وسواء جاهزة او انتوا عاملينها في البيت هتبقى نتيجتها حلوة كده. خلاص خدت لون من ناحيتين، هشيلها بقى في طبق. تمام. هنا بقى معايا الكفتة ومعايا شرايح من البطاطس وشرايح من الطماطم والفلفل والصلصة. هجيب كده الطاجن اللي انا هعمل فيه عندي. انا هنا قابلتني خطوة غلط، انا مرضتش امسحها عشان يعني تتعلموا منها. انا بالنظر كده ما خدتش بالي ان الطاجن هيبقى صغير على الكمية اللي قدامي، فالكمية طلعت صغيرة على الطاجن، فهضطر في الاخر اقلبها كلها على بعضها تاني. انا هنا كنت برص رق من كل حاجة، بس مش هتنفع معايا عشان الطاجن طلع صغير. المفروض اول خطوة ان انتي بتصفي البصل اللي في الصلصة دي وتحطيه في ارضية الطاجن، ده بيدي نكهة حلوة وفي نفس الوقت ما بتحرقش على وش الطاجن. وهنا كنت برص اهو رق بطاطس كفتة وطماطم وفلفل، بس طبعا هيفيد معايا كمية فمش هينفع من الطاجن ده. هحاول احط فيه فمش هينفع، فقلبها في طاجن تاني. يا ريت لو وصلتوا معايا للحتة دي، انا بتعب والله عقبال ما اوصل لكم المعلومة دي، فيا ريت ما تبخلوش عليا بتعليق حلو منكم ولايك، يا ريت تشجعوني فضلا منكم يعني، ويا ريت تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. شايفين انا حاولت احط كل الكمية وفي الاخر طلعت قليلة برضو. هحط الصلصة برضو واحس ان الدنيا مش مظبوطة فهقلبها في طاجن اكبر عادي. يعني الخطوة دي عادي، يا اما ترصي يا اما تقلبي كله على بعضه، مفيش مشكلة زي ما انا هعمل كده. الطاجن ده يا جماعة طعمه خطير، في حتة تانية خالص، هتدمنوه بجد بجد، طعمه تحفة وبكمية قليلة هنكفي عيلة اهو. كده خلاص حطيت الصلصة عليها كلها. هغطي بقى الطاجن، وانا بحب احط البايركس في قالب تاني عشان لا قدر الله لو حصل في الامور اموري هدخلها بقى على اعلى درجة حرارة. هنا هنعمل الرز، اسمه حبة وحبة. في حلة على النار حطيت معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة سخنوا كويس، هنزل فيهم بحبة من الرز دي كده، يعني حوالي ربع الكمية اللي انا هعملها. وهنزل بالملح بتاعي واقلب كويس. فايدة الملح ان هو بيخلي الرز كله ياخد لون واحد. هفضل اقلب فيها لغاية اما الرز ياخد لون ذهبي غامق شوية زي ما هتشوفوا معايا. طبعا على ايدي فيه عشان كله يطلع لون واحد زي ما انتوا شايفين كده، لونه حلو قوي. هنزل بقى بباقي كمية الرز اللي انا هعملها، هقلب بقى كويس جدا لغاية اما كله يتشرب من المادة الدهنية عشان يبقى الرز مفلفل معايا. شوحي كويس جدا لغاية اما تسمعي صوت الرز بيخروش في الحلة كده.
هجيب بقى مكعب من المرقة، وطبعا انا مجهزة معايا مية مغلية على النار. انا بحب اضيف مية مغلية سواء على المكرونة اللي هي المحمرة او اي مكرونة او الرز كده، يعني بتدي نتيجة احسن. هفضل اشوح كويس كده، خلاص اتغلف معايا كله بالمادة الدهنية. هضيف بقى المية المغلية. المية يا جماعة بتبقى اعلى من الرز حوالي عقلة صباع كده. كده قلبته كويس، هسيبه لغايه اما يغلي ويتشرب زي ما انتوا شايفين. هديله تقليبه واغطي النار خالص واغطي عليه. كده خلاص كان استوى معايا، مفلفل وما شاء الله طعمه حلو جدا وشكله كمان احلى. ايه رايكم في الوصفه بتاعتنا بقى؟ سهله جدا بس طعمها خطير، حرفيا هتدمنوها يا جماعه. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب عشان يوصلكوا كل جديد، ويا ريت تشجعوني بكومنت حلو منكم. شايفين الكفتة دايبة والبطاطس دايبة بس في نفس الوقت ماسكة نفسها، شكل الطاجن يفتح النفس. يلا قوموا اعملوها على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.